القصة تبدأ مع الجدة تالا وهي تسولف لأطفال القرية ومن بينهم حفيدتها موانا عن أسطورة تيفيتي القديمة، وتقول لهم إن في البداية كان العالم عايش في سلام وأمان وكل شيء ماشي تمام، لأنه قلب تيفيتي كان هو منبع الحياة كلها، وهو عبارة عن حجر فيه قوة عظيمة تخلي كل شيء ينمو ويزدهر. لكن في واحد اسمه ماوي كان يقدر يغير شكله باستخدام خطافه السحري، قام وسرق القلب، ومن دونه بدأت تيفيتي تتدمر والظلام بدأ ينتشر في العالم كله. وماوي حاول يهرب بس وقف في طريقه تيكا، وهو وحش مرعب من النار والحمم البركانية، وكان يريد ياخذ القلب هو بعد. وتهاوشوا مع بعض وماوي طاح في المحيط وضاع القلب والخطاف السحري معه. والحين بعد 1000 سنة تيكا ووحوش الأعماق لسه ينشرون الظلام من جزيرة لجزيرة ويدمرون كل شيء حي في طريقهم. والأسطورة تقول إنه في شخص بيبحر ورا الحاجز المرجاني وبيلقى ماوي ويرجع قلب تيفيتي عشان ينقذ العالم. بس أبو موانا يقطع القصة عشان يهدي الأطفال ويأكد لهم إنه ما فيه لا وحوش ولا ظلام وما فيه أي سبب يخليهم يتعدون الحاجز المرجاني أبد. وبعد فترة قصيرة موانا وهي طفلة صغيرة تمشي على الشط وتساعد سلحفاة صغيرة عشان توصل للمحيط وتحميها من طيور البحر. والمحيط نفسه استجاب لها وفتح الموية من حولها وحط قلب تيفيتي الأخضر قدامها على طول، وهي شالته. بس أبوها يطلع فجأة فترتعب وطاح من يدها قبل ما تفهم وش كانت ماسكة. ولما تكبر موانا تتعلم تقاليد وقوانين شعبها وكيف تهتم بالجزيرة وكيف تقودها. وجدتها هي الشخص الوحيد اللي يخليها تمشي براحتها قريب من المحيط، وتقول لها إنها لازم تتعلم تسمع الصوت اللي داخلها وتمشي وراه. وأبوها الزعيم توي يجهزها عشان تكون القائدة لجزيرة موتونوي ويأخذها لقمة جبلية مقدسة كل زعيم قبلها حط عليها حجر كعلامة على إنه مخلص للجزيرة. لكن المشاكل تبدأ لما السمك يختفي من البحر وأشجار النخل بدأت تموت. ولما موانا تقترح إنهم يبحرون ورا الحاجز المرجاني عشان يلقون سمك، أبوها يرفض الفكرة ويمنعها تفتح الموضوع هذا ثاني مرة. وأمها بعدها تشرح لها السبب، وإن توي لما كان صغير أبحر ورا الحاجز المرجاني مع أغلى أصدقائه، وصارت عاصفة وصديقه غرق وهو مو قادر يسامح نفسه ومخلي موانا في الجزيرة عشان يحميها من نفس اللي صار له. بس موانا الفكرة مو راضية تروح من بالها وتفارق خيالها. وفي يوم من الأيام ركبت موانا قارب صغير مع خنزيرها بوا وبدت تجدف باتجاه الحاجز المرجاني عشان تعبره. لكن فجأة ومن دون أي إنذار تطلع أمواج ضخمة وتقلب القارب بالكامل، وتلقى موانا نفسها متشبكة بالحبال تحت الموية وتحاول بكل قوتها تفك نفسها. وبعد معاناة تطلع بصعوبة لسطح البحر. بعدها ترجع للشاطئ وهي حاسة إنها انهزمت وما قدرت تحقق اللي كانت تتمناه. جدتها تحاول تهون عليها اللي صار وتمازحها وتقول لها لو أحد سألك قولي إن الخنزير هو السبب. لكن موانا ترد عليها وهي محبطة وتقول إنها أكيد كانت غلطانة وإن المحيط أصلا ما اختارها بجد وإن مكانها الحقيقي في الجزيرة. وقتها توقفها جدتها وتسألها سؤال يغير كل شيء، وتسألها هل هي فعلا مصدقة أنه ولا واحد من أجدادها تجرأ وأبحر وراء الحاجز المرجاني قبل هيك. بعدها تأخذها إلى كهف مخفي بين الجبال وتقول لها تضرب طبلة قديمة موجودة داخله وتشوف بنفسها. تدخل موانا للكهف وتنصدم لما تكتشف عشرات من قوارب الإبحار الضخمة مخبية وسط الظلام. وأول ما تضرب الطبلة تشتعل المشاعل في أنحاء الكهف وتنور المكان كله، وتكشف رسومات لأجدادها وهم مستكشفين وبحارة عظماء يشقون المحيط المفتوح وكانوا يهتدون بالنجوم في رحلاتهم. وقتها تعرف إنهم ما كانوا مجرد سكان جزيرة مثل ما كانت تظن. لكن لما سرق ماوي قلب تيفيتي، صحى تيكا وبدأت السفن تختفي. وعشان يحمون الأجيال اللي بعدهم قرر الزعماء يمنعون أي أحد يبحر وراء الحاجز المرجاني. ومع مرور السنين الناس نسوا حقيقتهم ونسوا هم مين أصلاً. والحين الظلام رجع من جديد وكل يوم يصير أقرب. وتقول لها جدتها الشيء اللي كانت مؤمنة فيه طول عمرها، وهو أن المحيط اختار موانا من اليوم اللي كانت فيه طفلة صغيرة على الشاطئ، وإنها هي المكتوب لها تعبر الحاجز وتلقى ماوي وترجع القلب لمكانه. طول هالوقت كانت موانا تظن أن ذكرى اختيار المحيط لها مجرد حلم، لكن البحر يستجيب لها مرة ثانية ويأكد لها أن اللي صار كان حقيقي. بسرعة تركض تدور أبوها، لكن الوضع في الجزيرة صار أسوأ من قبل. المحاصيل قاعدة تموت بسرعة والموارد قربت تخلص بالكامل، وتحاول تقنعه أن الحل الوحيد هو الإبحار وراء الحاجز المرجاني. لكن أبوها يرفض رفض قاطع ويقول لها إنها مو أول واحدة تاخذها جدتها للكهف، وإن أجدادهم قفلوا المكان لسبب وإن فتحوا من جديد ما راح ينقذ أحد.
وفجأة ينقطع الكلام بسبب خبر مؤلم. الجدة تالا تحتضر، تركض موانا بأقصى سرعة عندها وتوصل وهي في آخر لحظاتها، وهناك تقول لها الجدة للمرة الأخيرة إن المحيط اختارها ولازم تروح تلقى ماوي وترجع له خطافه السحري. وبعدها تطالع في عيونه وتقول له أنا موانا من موتونوي. وبعدها يبحرون سوا ويرجعون قلب تيفيتي لمكانه. وقبل ما تفارق الحياة توعدها الجدة تالا إنها راح تظل دايم قريبة منها وتعطيها عقدها كعلامة على ثقتها وإيمانها فيها. وتروح موانا على طول للكهف السري وتاخذ واحد من القوارب القديمة وتعبر الحاجز المرجاني. وفي نفس اللحظة تفارق الجدة تالا الحياة وتتحول روحها لسمكة مانتا ضخمة وتسبح في البحر ورا موانا، وهي تبدأ رحلتها في قلب المحيط المفتوح. وطوال الطريق تظل موانا تتدرب على الكلام اللي ناوية تقوله لماوي أول ما تقابله، لكن بعدها تكتشف إنها مو لحالها، لأن الديك كان متخبي داخل القارب من البداية. وبالليل يغلبها النوم من كثر التعب، لكن المحيط يصحيها فجأة لأن عاصفة ضخمة كانت جاية بسرعة وبصعوبة تنجو منها، لكن القارب يتدمر بالكامل. ولما تفتح عيونها تلقى نفسها على جزيرة غريبة وهي مرهقة ومنفعلة، وتبدأ تصرخ على المحيط بكل غضب. بعدها تتأكد إن قلب تيفيتي لسه معها وإنه بأمان، وفجأة تحس بحركة فتتخبى بسرعة. وهنا يظهر ماوي بنفسه، البطل الأسطوري اللي كان محبوس في هالجزيرة من سنين طويلة، ويعرف بنفسه بطريقة استعراضية وكأنه نجم العالم كله. تحاول موانا تقول له الكلام اللي كانت تتدرب عليه، لكنه يقاطعها على طول ويبدأ يطقطق عليها. وبعدها يدري إنه يوم سرق القلب كان ناوي يقدمه هدية للبشرية، ويبدأ يغني بكل فخر عن إنجازاته وبطولاته. وأثناء ما هي مشتتة يستغل الفرصة ويحبسها داخل كهف وياخذ طاربها ويمشي، لكن الوشم الصغير اللي على جسمه يرفض اللي سواه ويذكره إنه مستحيل يواجه تيفيتي بدون ما يرجع خطافه السحري الضايع. في المقابل تهرب موانا من الكهف، وكل مرة يحاول ماوي يرميها بعيد عن القارب يرجعها المحيط له من جديد، لين يفهم إنه ما عنده أي مهرب منها. بعدها يقول لها ماوي إن قلب تيفيتي عبارة عن لعنة، وإن تيكا صح بسببه، وإنه خسر خطافه السحري في المعركة والحين ما يقدر يغير شكله ولا يقاتل بدونه. وبعدين يحذرها إنها أبداً ما تطلع القلب قدام أحد، لأن قوته تجذب مخلوقات وقوة شريرة. وفي نفس اللحظة يظهر الكاكامورا، وهم قراصنة صغار لكن أشرار جايين على سفن ضخمة ويتمكنون من سرقة قلب تيفيتي، وبدون أي تردد تهجم عليهم موانا لحالها بكل جرأة وتهور. وبعد مطاردة خطيرة تنجح تسترجع القلب وتخلي سفنهم تصدم ببعض، وبعدها تهرب مع ماوي. بعدها يوضح لها إن إعادة القلب معناها مواجهة تيكا، وهو ما عنده أي نية يسوي هالشي وهو بدون خطافه السحري. لكن موانا ترفض تتركه وتقول له إن الأبطال الحقيقيين ما يسوون كل شيء لحالهم. وكلامها يبدأ يغير طريقة تفكير ماوي وتذكره إن الناس نسوا من هو فعلا، لكنه ما زال يقدر يرجع البطل اللي العالم كله كان يحبه. وعشان يقدرون يهزمون تيكا ويرجعون قلب تيفيتي لازم ماوي يسترجع خطافه السحري أول، والأثر الوحيد اللي يقدر يدلهم عليه يقودهم إلى عيش تاماتو، وهو سلطعون عملاق مهووس بجمع كل شيء يلمع وله قيمة في أعماق المحيط. وخلال الرحلة يبدأ ماوي يعلم موانا مهارات الإبحار وكيف تقرأ المحيط وتثق بالرياح وتوجه القارب مثل ما كان يسوون أجدادها. وبعد يوم طويل يغلب النوم موانا، لكن نومها ما كان هادي أبدا، تشوف كابوس مرعب وتشوف فيه الظلام وهو يجتاح جزيرتها ويدمر البيوت ويقضي على أهلها، فتقوم مفزوعة من نومها. وفي نفس الوقت يكونون وصلوا إلى مملكة تاماتو تحت البحر. يحذرها ماوي ويقول لها إنه تاماتو سلطعون جشع وما يعرف معنى الشبع أبدا. وبعدها يدخل الكهف عشان يدور على الخطاف السحري، وموانا تدخل وراه عشان تساعده. وفجأة يظهر تاماتو ويمسك موانا بمخالب الضخمة ويطالبها تعطيه عقد جدتها، لكن موانا تتصرف بسرعة وتشتت انتباهه لما تبدأ تمدح مجموعته اللامعة من الكنوز، ويعجبه كلامها ويقعد يتفاخر بنفسه ويغني بكل غرور ويقول لها إنها بتكون وجبته الجاية. وفي هاللحظة يهجم ماوي عشان يسترجع الخطاف السحري. يحاول يتحول إلى صقر لكن قواه ما كانت مستقرة، ويبدأ يتحول إلى حيوانات مختلفة بشكل عشوائي ويفشل في كل مرة، ويصير تاماتو يضحك عليه ويستهزئ فيه. وفي هالفوضى تبدأ موانا تدور بين الكنوز، وفجأة تشوف شيء يلمع يشبه قلب تيفيتي، وهنا تخطر ببالها خطة ذكية تطلع قلب تيفيتي الحقيقي قدام تاماتو عشان تشد انتباهه، وبنفس الوقت تترك له كنز مزيف يلمع وتستغل انشغاله وتاخذ القلب الحقيقي وتهرب مع ماوي بعد ما يسترجعون الخطاف السحري.
وبعد ما يوصلون لمكان آمن يظل ماوي ساكت وكأنه غارق بأفكاره، فتسأله موانا عن الوشوم اللي تغطي جسمه ويشرح لها إنه كل وشم منها يمثل إنجاز عظيم سواه بحياته، لكنه يتردد يكمل كلامه. فتقول له موانا إنه مو لازم يتكلم إذا مو مستعد، لكنها تذكره إنهم إذا ما رجعوا القلب شعبها والعالم كله بيضيع. ويتأثر ماوي بكلامها ويقرر أخيرا يحكي لها الحقيقة اللي كان يخفيها، ويقول لها إنه ما كان مولود بالقوة هاي من الأساس، وإنه أهله رموه في البحر وهو طفل رضيع، لكن الأرواح لاقوه وأشفقوا عليه ومنحوها القوة. ومن بعدها كرس حياته كلها عشان يساعد البشر، رفع جزر من أعماق البحر وصنع أشجار جوز الهند وسوى أشياء كثيرة عشان ينفع الناس. لكن رغم كل اللي قدمه كان الشيء الوحيد اللي يتمناه هو حب البشر وقبولهم. فتحاول موانا تخفف عنه وتقول له إنه المحيط اختاره لأنه هو نفسه، مو بسبب قوته ولا بسبب خطافه السحري. وفي جزيرة موتونوي كان الزعيم توي واقف قدام جبل الأحجار المقدس يطالع البحر بصمت، وكل اللي يدور في باله سؤال واحد: هل بيشوف بنته مرة ثانية؟ وفي هالوقت يقول ماوي لموانا إنه أبحر مع أجدادها قبل سنوات طويلة، وإن العقد اللي تلبسه جدتها كان يخص أول ملاح عظيم في موتونوي، ويقول لها إنه يتمنى يشوف أهل الجزيرة يسترجعون هويتهم الحقيقية ويرجعون مثل أول مستكشفين يعبرون المحيط بكل شجاعة. وأخيرا يوصلون إلى جزيرة تيفيتي، وهناك يقول ماوي لموانا إنها تظل وراه وإنه راح يواجه تيكا الحالة، ويبدأ يحاول يتحول إلى حيوانات مختلفة عشان يتجاوز وحش الحمم، لكن قواه تخونه مرة ثانية وما يقدر يكمل. بعدها يلتفت لموانا ويقول لها إن الأفضل يرجعون، لكن موانا ترفض وتطلب منه يحاول مرة ثانية ويبدأ الهجوم من جديد. لكن هالمرة تكون المعركة أسوأ بكثير، وخلال القتال ينشرخ خطاف ماوي شرخ عميق، ولما يشوف اللي صار يخاف إن الخطاف ينكسر بالكامل ويخسر قوته للأبد، وعشان كذا ينسحب من المعركة ويرحل ويترك موانا تواجه مصيرها لحالها. وقتها تنكسر موانا من داخلها وتحس إنها فقدت كل أمل، وتقول للمحيط إن اختار الشخص الغلط، وترجع لها قلب تيفيتي وتطلب منه يلقى شخص يستحق هالمهمة أكثر منها. وفجأة تظهر روح جدتها على هيئة سمكة وتحوم حولها بكل هدوء وكأنها تطبطب عليها، وتقول لها إنها راح تساندها إذا قررت ترجع للبيت، لكن قبل أي قرار لازم تسمع صوت قلبها. وفجأة تبدأ الذكريات ترجع كلها قدام عيونها، تتذكر كل الصعوبات اللي مرت فيها وكل خطوة قدرت تتجاوزها، وبعدين يظهر أجدادها حولها وكأنهم واقفين يشجعونها. وهنا ترجع لها ثقتها بنفسها من جديد، تغوص في البحر وتسترجع قلب تيفيتي، وتقرر أنها تكمل مهما صار، وتستخدم كل شيء علمها إياه ماوي، وتقدر تعبر جدار النار اللي كان يحمي الجزيرة. وفي وسط المعركة يطيح قلب تيفيتي من يدها، لكنها تلحق بسرعة وترجعه، وبعدها ينقلب قاربها وتلقى نفسها ضعيفة وما تقدر تواجه تيكا. لكن في آخر لحظة يرجع ماوي فجأة ويوقف قدامها ويحميها ويضحي بنفسه ويقطع ذراع تيكا ويعطي موانا الوقت اللي تحتاجه. وتبدأ موانا تدور على تيفيتي لكنها ما تلقاها في مكانها، وبعدين تلاحظ شيء غريب: شكل تيكا يطابق تماما المكان الفاضي اللي المفروض يكون فيه قلب تيفيتي. وفي هاللحظة تستوعب الحقيقة: تيكا وتيفيتي هم نفس الكيان. فتطلب من المحيط يفتح لها طريق، وبكل هدوء تمشي باتجاه الوحش، ومن دون خوف ترجع قلب تيفيتي لمكانه. وفور ما يرجع القلب تنطفي النار وتبرد الحمم، وتتحول تيكا مرة ثانية إلى الجميلة تيفيتي. وفي لحظات يختفي الظلام وترجع الحياة تزدهر في العالم كله من جديد. وبعدها تسامح تيفيتي ماوي وتعطيه خطاف جديد، ويستلموا ماوي بكل تواضع وامتنان. وبعدين تعزمه موانا يزور موتونوي، لكنه يبتسم ويظهر وشم جديد لموانا على ذراعه كدليل على أنها صارت بطلة حقيقية. وترجع موانا لجزيرتها ويستقبلها أهلها بكل فرحة، ويركض بوة عليها وكأنه كان ينتظرها من زمان. وبدل ما تحط حجر فوق الجبل المقدس مثل اللي قبلها، تحط قوقعة بحرية كعلامة على بداية جديدة. وبكذا يرجع شعب موتونوي يبحر في المحيط من جديد مثل أجدادهم تماما. وفي النهاية يطالعهم ماوي من بعيد وهو سعيد وفخور بكل اللي صار.